واليوم غادي تضحكوا عليا وغادي تضحكوا عليا بزاف ومن حقكم، وانا اللي قررت باش نعاود لكم منها تستافدوا ومنها تفوجوا. كنصور وطاحت ليا البي هي هذه البي ديال الطائره. المعلومه اللي غادي نعطيكم، البي الا طاحت لكم ما تخافوش، بالحق الباسبور الا طاح لكم قدر الله ما شاء فعل. كنقسم لكم بالله العلي العظيم لو كان شي واحد كيسوق في تركيا ويجي يسوق عندنا في تطوان ما غاديش تلقى مكان في المستشفيات وقدر الله وما شاء فعل، واللي غيقطع الشانطي غنقولوا ليه البقاء لله. السلام عليكم، نتمنى من الله تكونوا بخير. خوتي وخواتاتي، كما كتعرفوا ان الفيديو ديال قصر توبكابي هو كان عندي اخر فيديو بخصوص تركيا. جاتني بعض الاسئله في بعض المنصات ديالي وكانت اسئله متكرره وكان خصني ضروري نجاوب عليهم. ففي هذا الفيديو هذا شويه معلوماتي وكذلك شويه غادي يضحككم، وكما كتعرفوا انني دائما كنقلب لكم على الفيديوهات اللي يحاولوا يفوجوا عليكم شويه. واليوم غادي تضحكوا عليا وغادي تضحكوا عليا بزاف ومن حقكم، وانا اللي قررت باش نعاود لكم منها تستافدوا ومنها تفوجوا. فخوتي وخواتاتي، كما كتعرفوا انني المحتوى ديالي ما كنزلش فيه كل شيء، اشنو كليت، فين مشيت، بشحال، شنو خسرت هذه. فإلا كان شي مشتريات وكان شي حاجه فراه كتكون تحت الطلب ديالكم لا غير. انا ماشي محتوى ديالي انني نصور كل شيء، ماشي تحفظا، وانما هو تحت طلبكم، وانا هكا شخصيتي. الا كان شي حاجه فيها الافاده كنشاركها معكم، ولا كان شي حاجه فيها مضيعه الوقت راه من طبيعه الحال ما كنزلهاش لكم. فالاجابه على هذه الاسئله هذه غادي تفيدكم بزاف، ونفس الوقت غادي تتعلموا معايا بزاف. فالسؤال اللي كان ديما كيتكرر هو اسم الفندق. اسم الفندق اخوتي واخواتاتي انا غادي نخلي لكم الاسم اوران اوتيل. اوران اوتيل. هاد الفندق هذا هو ما كناش كنعرفوه، مشينا ليه بالصدفه عبر الوكاله. فكيف كتعرفوا اني مشيت عبر الوكاله. سولتوني على الثمن، انا ما كنبغيش ننزل كل شيء. كيف قلتي كاين شي وحدين اللي في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، غادي يقول لك راه كتباهى شحال. مشيت اخوتي ب 7500 درهم، 150 الف ريال الواحد. فيها فطور في الصباح وفيها لوطيل. فالفندق كنتو كتسولوني على الثمن خوتي، الفندق كان كيتراوح ما بين 500 درهم الليله وكاين حتى 600 درهم ليله، ولكن انا ما غاديش تاخذوا هذا الثمن من عندي. علاش قلت لكم اتصلوا بالارقام؟ فكذلك غادي نعاود نرجع نكتب لكم الارقام. علاش قلت لكم اتصلوا هاتفيا بهم مباشره؟ لان كل فصل اخوتي واخواتاتي والثمن ديالهم. فالفصل فصل الصيف ثمنه بوحده، فصل الربيع ثمنه بوحده، وانت عارف كل ما طلعتي درجه كل ما زدتي، زيد الماء زيد دقيق. ولكن اخوتي واخواتاتي لو قلت لكم انا الثمن تقدروا تمشيو تلقاو الثمن تقولوا اختي فاطمه كتكذب علينا. هادشي علاش قلت لكم اتصلوا بهم مباشره. الوكاله اللي مشيت عليها هي في تطوان، كتسمى سافا ترافل. سافا ترافل. انا غنخلي لكم كذلك الاسم. هذا الفندق اخوتي واخواتاتي كيف قلت لكم انه كيتواجد في الفاتح، قريب محمود باشا، قريب الجراند بازار، قريب السوق المصري، قريب كذلك التوب كابي. الا انت حبيتي تمشي في المواصلات، قريب اكبر سوق شعبي وارخص سوق اللي هو سوق الاربعاء. كيف قلت لكم انهم عندهم الاسواق من الاثنين الى الاحد. قريب التقسيم، قريب ساحه الاستقلال. هادشي كلشي كنا كنمشيو عليه النمره 11. خوتي المواصلات، فالمواصلات اخوتي واخواتاتي بيني وبينكم ما ننصحكمش. غادي ننصحكم بالمواصلات الا بغيتوا تمشيو لقصر توبكابي، الا بغيتوا تمشيو للاسواق الاخرى الاسبوعيه، الاثنين، الثلاثاء، الخميس، الجمعه، السبت. اما الاربعاء فهو حدا الفاتح. علاش قلت لكم ما ننصحكمش؟ غادي تمشيو ان شاء الله وغتقولوا قالت لي اختي فاطمه كيجريو، كتعرف شنو هي؟ ما عندهمش شي حاجه سميتها الباساج بيطون، ما عندهمش شي حاجه سميتها الاسبقيه، ما عندهمش شي حاجه سميتها حق فلان. يعني صراحه ما غاديش نقدر نوصف لكم. كنقسم لكم انني واحد النهار بقيت كندور في ساحه التقسيم ونسيت راسي انا وراجلي، تلقينا الوحده ونص الليل. من طبيعه الحال خصنا نشدوا الترونسبور لان ما كنعرفوش الدنيا تما وما نقدروش نمشيو على رجلينا، وحنا نقدروا نمشيو على رجلينا لان عندنا تقريبا غير 15 دقيقه ديال الطريق. ولكن قلت ليه لا خصنا نمشيو على رجلينا، على نمشيو في الترونسبور، نمشيو في الطاكسي، لان انا ما كان خفت الليل بزاف.
نتوما كتعرفوا ان ساحه التقسيم كتبقى حتى الصباح، ولكن ملي غادي تفوت ساحه التقسيم راه ضروري غتدخل في شي احياء خاويين وغتمشي في الطريق بوحدك. فقلنا نمشيو في الترونسبور. تصوروا اقسم بالله الا غادي وكنقول السرعه السرعه السرعه، ما نقدرش نوصف لكم السرعه. كيجيو كيطابي الفران، كيجيو كيطابي الفران، باساج بيطون ممنوع الوقوف. يعني كنفضل انا صراحه، انا كنطلب من هاد السائقين هادو يجيو يسوقوا عندنا في تطوان، لان تطوان واحد المدينه اللي ما يمكنش كتعطيه في باساج بيطو واش هاد التليفون. كاينه اللي كتعطيها شي نهار غندير معكم هاد الفيديو، غنصور لكم الناس كيفاش كيقطعوا في باساج بيطو، وغتشوفوا هادشي اللي قالت لكم خوتكم فاطمه ديال تركيا. كنقسم لكم بالله العلي العظيم لو كان شي واحد كيسوق في تركيا ويجي يسوق عندنا في تطوان ما غاديش تلقى مكان في المستشفيات، وقدر الله وما شاء فعل. واللي غيقطع الشانطي غنقولوا ليه البقاء لله. الناس كيسوقوا بزاف، كيسوقوا بواحد الطريقه مجنونه خرافيه. ردوا البال وانتم قاطعين الشانطي. انا صراحه كان غيضربني واحد الترام، انا صراحه خطات بزاف، تحبي راسي قاطعه في تطوان، الناس غيحترموا باساج بيطو. المهم ما نطولش عليكم، غادي نمشي معكم لسؤال مطار اسطنبول الجديد. كاين اللي كيقول لك انه ثاني اكبر مطار في العالم، وصراحه الا مشيتوا غادي تقولوا ثاني اكبر مطار في العالم، لانه واحد المطار اللي كبير. باش تقدر تنتقل من A1 ل A2 خصك 15 دقيقه باغ بي. هادشي علاش كتشوفوا كيف قلت لكم ان كاين المواصلات في المطار. الناس ما تقدرش تمشي على رجليها، المراه اللي متوسطه في السن ولا الراجل متوسط في السن ما يقدرش يمشي في المطار، وتقدر توضر في المطار. وقعت لي واحد القصه هي اللي بغيت نشاركها معكم قبل ما غادي نجاوبكم على الاسئله الاخرى. هذه اللي بغيتكم غادي تضحكوا معايا اخوتي. المطار اخوتي كبير بزاف، وفيه محلات لماركات عالميه، دي فاكتو، ال سي واي كيكي، حدث ولا حرج. مطاعم، مقاهي ما كيتحسبوش. الخطا اللي درت انا فاخوتي وخواتاتي، انا كنصور وطاحت ليا البي هي هذه البي ديال الطائره. المعلومه اللي غادي نعطيكم، البي الا طاحت لكم ما تخافوش، بالحق الباسبور الا طاح لكم قدر الله ما شاء فعل. فهذه هي الحقيقه. البي هي هذه طاحت ليا. علاش؟ كنت كنصور ولكن كنت شاده الباسبور ووسط منه البي بحال هكا وطاحت ليا. فانا ما عارفاش البي راه تقدري تيريها في اي وقت. تمشي لاي احسن حاجه تكون شويه اللونجلي، تمشي لاي سيكوريتي تما تسوليه كيهضروا باللونجلي، غادي يقول لك اشنو كاين، غادي ينعت لك راها تما. نفس المكتب اللي حطيتي فيه الفاليزات ديالك هو نفس المكتب اللي غادي تيري لك هذه الورقه. وكاينين لي فونيتر بزاف مفتوحين تما في المطار، لكونه انه كبير بزاف ما يقدريش تنتقلي من A1 لدي 2، راه خصك تي جي في، وانما غادي تمشي لاي واحد تما غادي تكلمي معاه باللونجلي، ولا تقولي شي واحد يهضر معاه في بلاصتك باللونجلي، غتقولي طاحت لي البي غادي تيروها لك. المشكل ديالي انني بقيت كنبكي، وجاتني واحد الحاله ما نقولش لكم، بكيت وتخلعت. المشكل انني ما مشارجيش عندي التليفون حتى باش نعيط للناس اللي كنعرف باش يفيرسوا ليا الفلوس تما. الحمد لله كاين البنك تما، كاين كلشي، نحولها الليره كذلك تاهي ماشي مشكل. وباش نعاود البي هذيك هي المشكله، وان البي طاحت ليا مع 1:30 والطياره عندي مع 2:15. هذا هو المشكل اللي خلعني بزاف. فمشيت بقيت تنتكلموا مع الناس، كنسولوا. واحد السيد قال لنا سيروا عند هذيك الاخت، تيرات لنا الورقه من جديد، لا من شاف ولا من ديري. المشكل كي قالت لي الاخت ان الباسبور اللي ما خصوش يضيع عليك. فهاد الشيء اللي درت اخوتي واخواتاتي، هذه اللي بغيتكم تستافدوا منها. الناس كلهم اللي مقبلين على اي سفر، ماشي غير تركيا فقط، وانما مقبلين على اي سفر، فهذه اخوتي واخواتاتي خذوها من عندي. سؤال اخر اخواتاتي، الخرجات، بغيتكم تركزوا بزاف على الخرجات، لان ما تركزوش بحالي غير على الملابس اخوتي واخواتاتي راه رخاص بزاف، ولكن خاصكم تعرفوا واحد القضيه، حنا راه ما مشيناش على قبل الملابس، حيت لا كنا مشينا على قبل الملابس تفكروا بشحال مخلصين الطياره، وبشحال واخدين لوطيل، وبشحال كنتو كتاكلوا تما، وبشحال فراه هو هبطوا للدار البيضاء وخذوا الثياب بالثمن اللي زادوا عليكم، راها في صالحكم. يعني ركزوا على الخرجات، ركزوا على جزر الاميرات، سيروا لها على الاقل 2 المرات، سيروا الاسواق الاسبوعيه، شوفوا داكشي زوين، حاولوا تمشيو باغ بيي.
نمرة 11 باش تكتشفوا بزاف، حاولوا سيروا البورصه، الا ما مشيتوش البورصه راه ما مشيتو الوالو. هذه سولتوني على الخرجات اخواتاتي، ركزوا على الخرجات اكثر ما تركزوا على الثياب. واخيرا اخواتي الصنادل سولتوني قلتوا لي اختي فاطمه واش ما شريتيش دوك الصنادل البلاستيك؟ لا راني شريتهم، غير نسيت ما شاركتهمش معكم. ها هما هادو الصنادل اخواتاتي، شريتهم ب 60 درهم، هنا دايرين 200 درهم واحسن، واللي شريت ب 60 درهم احسن اللي دايرين في المغرب 200 درهم. كاليتي زوينه وكما كتشوفوا يعني لبستها مده طويله. شريت واحده لماما الوزن ديالها شويه زايد ما شاء الله، وما هبطت ما والو مقارنه مع الصنادل هنا في المغرب اللي دايرين 200 درهم. كنشوف الناس اللي عندهم الوزن شويه زائد بريساو لتحت. هذا هو الفيديو ديالي. نتمنى من الله نكون ما نطولش عليكم، ونشوفكم فيديو اخر ان شاء الله، فيديو لحياة افضل. صافي شاركت معكم داكشي كلشي اللي طلبتوه مني شاركته معكم، ونتمنى من الله ما نكونش طرطاره وما نكونش طولت عليكم. ولا عجبكم الفيديو كيف العاده ما تنسونيش مني لي لايك وبارطاجيوه مع العائله ديالكم. يعني فعلا صراحه كنتعب في المونتاج وكنخوض من وقت ولادي وكنعطيه لكم اخوتي واخواتاتي لانكم صراحه كتستحقوا، وكنشكركم بزاف على التعليقات ديالكم. ونشوفكم فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.